ينفعش الصراحة. السلام عليكم. هو محمود كهربا عايز ايه؟ الناس كلها بتسأل يعني ايه المستوى اللي بيقدمه ده؟ انفراد ضاع. يعني لو ناشئ هيحطه، وقبلها برضه في ماتش فلامينسي في كاس العالم للأندية اللي كان في جدة من سنة بالظبط زي الوقت ده، ضيع انفراد قدام فلامينسي وحامي الاهلي اللي هو يلعب النهائي قدام مانشستر سيتي. النهارده بيضيع انفراد قدام باتشوكا، داخل يشوط ضربة الجزاء رجله مش شايلاه، يعني ضربة الجزاء اصلا لو الحارس سابها هي مش توصل للجون. يعني انتوا شوفوا بس، والله العظيم لو اقول لكم منظر الناس على القهاوي وقت لما كهربا بس مسكوا الكوره وراح يشوط، هيقول لكم قد ايه اللي اللاعب ده خلاص انتهى من النادي الاهلي. الاهلي وقف جنبه، عمل له اعلانات عن طريق عضو مجلس اداره محمد الضماطي، خليه يعمل اعلان عن طريق دومتي، خليه يعمل اعلان عن طريق اتصالات راعي للنادي الاهلي، خليه يعمل اعلان عن طريق شركه سهل اللي هي لشحن الكهرباء والميه والغاز، خلاه يعمل اعلانات قد كده عشان يساهم معاه في دفع الغرامه بتاعته بعد ما ساب نادي الزمالك ولا هرب من نادي الزمالك ايا كان ايه المسمى بتاعه. الجمهور دعمه، الجمهور الاهلي في اسكندريه اداله دش ساخن زي ما بيقولوا، رجع جمهور الاهلي في القاهره وصالحه، العب يا كهربا معلش حقك علينا كهربا. طب انت عايز ايه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ كنت بتلف ورضا البحراوي من هنا لهنا وتنزل ستوريات وتنزل الكلام ده كله، الجمهور يقول لك مش مهم، اهم حاجه تأدي في الملعب. خلاص بقى كفايه كفايه. ده محمد شريف لما ضيع كوره واحده الجمهور لحد النهارده فاكرها له، امال ده مضيع علينا بطولتين، كفايه بقى. اتخانقت مع الشناوي كابتن الفريق وسيد عبد الحفيظ، وقتها ادى الغرامه مليون جنيه، الجمهور رجع وقال لك خلاص معلش اي حد ممكن يتخانق، والله اعلم كنت جاي منين وقتها الكلام اللي بيتقال، الجمهور قال لك خلاص عادي هنقف في ظهرك وندعمك. بعدها في الامارات الفريق كسبان ماتش سيراميكا والدنيا زي الفل، وهتلعب نهائي قدام نادي الزمالك، برضه دخلت غرفه الملابس والله اعلم برضه عملت ايه، مش هنصدق كل حاجه بتتقال، بس برضه اكيد عملت مصيبه كبيره عشان كابتن محمد رمضان يديك غرامه مليون جنيه. اللعيبه اتدخلت، ومعلش يا كابتن محمد رمضان ده عليه اقساط قد كده، ده عليه غرامات قد كده، والغرامه نزلت من مليون جنيه لنص مليون جنيه بعدها بشهر ولا بشهرين. برضه تاني يعني تحطم الجمهور وتحطم الناس كلها. مش يعني لا تعليق، يعني اهون ليك واكرم لك في يناير امشوا حتى زد اللي كانوا بيقولوا عايز اطلع لما هيقبلك ولا لا دلوقتي.